بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ درس حساب المساحة الجانبية والكلية للمكعب. حسبنا المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات، هنحسب المساحة الجانبية والكلية للمكعب. المكعب له 6 أوجه، جميع أوجهه مربعات متطابقة. أنا عندي المكعب بتاعي 6 أوجه كلها مربعات متطابقة. أنا عشان أحسب المساحة الجانبية أو المساحة الكلية للمكعب لازم أعرف مساحة وجه واحد بس من الستة. يبقى لو عرفت مساحة وجه واحد من الستة أقدر إن أنا أحسب مساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيلات. طيب القانون بتاعي بيقول أنا عندي هنا مكعب مساحة أحد أوجهه 25 سنتيمتر مربع، عايز أحسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية. القانون بتاعي لحساب المساحة الجانبية قانون سهل جدا. احنا عندنا المساحة الجانبية هي مساحة 4 أوجه اللي هما الأربع أوجه الجوانب. طيب الأربع أوجه دول كلهم متساويين في المساحة لأنهم كلهم مربعات متطابقة. يبقى لو عايز أحسب المساحة الجانبية يبقى أنا أعرف بس مساحة وجه واحد أضربه في 4، لأن الأربعة كلهم متساويين في المساحة. يبقى المساحة الجانبية هي مساحة وجه في 4. مساحة الوجه هنا عندي 25، هضربها في 4 يطلع 100 سنتيمتر مربع. طيب لو عايز أحسب المساحة الكلية، المساحة الكلية يبقى هي مساحة الست أوجه. طيب مساحة الست أوجه هنا هي مساحة وجه في 6. طيب مساحة وجه، الوجه مساحته 25 زي ما اداني في المسألة، هضربها في 6 يطلع من الناتج 150 سنتيمتر مربع. دي الفكرة الأساسية عند حساب المساحة الجانبية والكلية. وعند القانون بتوعي المساحة الجانبية للمكعب بتساوي مساحة وجه في 4، والمساحة الكلية بتساوي مساحة وجه في 6. إلا لو قال لي إن ده مكعب بدون غطاء يبقى المساحة الجانبية مساحة وجه في 4، إنما المساحة الكلية مساحة وجه في 5، لأن عندي الوجه العلوي مش هيبقى موجود، يبقى عندي 5 أوجه. فلو حسبت المساحة الكلية في الحالة دي يبقى أقول مساحة وجه في 5. طيب دي المعلومة الأساسية لحساب المساحة الجانبية والكلية للمكعب. أحيانا بقى هو ما بيدينيش مساحة الوجه في المسألة، إنما بيديني معلومة أخرى من خلالها أقدر أنا أوصل لمساحة الوجه، وبالتالي أقدر أجيب المساحة الجانبية أو المساحة الكلية. طيب بنلخص الكلام ده في المخطط اللي قدامي ده. إن أنا عندي هنا المسألة الأساسية لو اداني مساحة الوجه يبقى أنا هضرب في 4 يطلع هنا المساحة الجانبية، هضرب في 6 تطلع المساحة الكلية. دي المسألة المباشرة اللي احنا حليناها مع بعض. طيب أحيانا بقى هو ما بيدينيش مساحة الوجه، إنما ممكن يديني طول حرف المكعب. طب لو اداني طول حرف المكعب يبقى أنا لازم الأول أعمل خطوة أولى، أضرب طول الحرف في نفسه يطلع مساحة الوجه، وبالتالي أقدر بقى أضرب في 4 أجيب الجانبية، أو أضرب في 6 أجيب الكلية. يبقى عندي مسألة هيديني مساحة الوجه أضرب على طول خطوة واحدة مباشرة، إن أنا أضرب في 4 أجيب المساحة الجانبية، أضرب في 6 أجيب المساحة الكلية. طب لو اداني طول الحرف يبقى أنا مضطر الأول أضرب في طول الحرف في نفسه فيطلع مساحة الوجه، وبعد كده أضرب في 4 أجيب الجانبية، أو أضرب في 6 أجيب الكلية. أحيانا بقى أخرى ما بيدينيش حتى طول الحرف، إنما هيديني معلومة من خلالها أوصل لطول الحرف، وبعد كده أجيب مساحة الوجه، وبعد كده أجيب المساحة الجانبية والكلية. زي المعلومة اللي بتقول مجموع أطوال أحرف المكعب. لو اداني مجموع أطوال أحرف المكعب يبقى أنا لازم الأول أقسم على 12، أقسم مجموع أطوال الأحرف اللي اداني على 12، هيطلع طول الحرف أضربه في نفسه يطلع مساحة الوجه، أضربه في 4 يطلع المساحة الجانبية، أضربه في 6 يطلع المساحة الكلية. أحيانا أخرى يديني محيط أحد الأوجه، في الحالة دي هقسم على 4 يطلع طول الحرف، أضربه في نفسه يطلع مساحة الوجه، أضرب في 4 يطلع المساحة الجانبية، أضرب في 6 يطلع المساحة الكلية. أحيانا أخرى يديني حجم المكعب. لو اداني حجم المكعب وعايز مساحة جانبية أو كلية يبقى لازم برضو إن أنا أجيب الأول طول الحرف من حجم المكعب. اتعلمنا في الترم الأول إن حجم المكعب هو طول الحرف في نفسه. فلو اداني الحجم يبقى أنا أشوف إيه العدد اللي انضرب في نفسه 3 مرات يطلع طول الحرف. طيب على الآلة الحاسبة المفتاح بتاعها هو الجذر التكعيبي، بس الآلة الحاسبة الكبيرة بقدر من خلال المفتاح ده أعرف أوجد طول حرف المكعب من حجمه عن طريق المفتاح ده. شوف العدد اللي انضرب في نفسه 3 مرات فيطلع طول الحرف، أضربه في نفسه يطلع مساحة الوجه، أضرب في 4 أجيب الجانبية، أضرب في 6 أجيب الكلية. أحيانا بقى أخرى بيديني المساحة الجانبية ويطلب الكلية، أو يديني المساحة الكلية ويطلب الجانبية. لو اداني المساحة الجانبية أعمل إيه؟ أقسم الأول على 4، لأن المساحة الجانبية هي مساحة 4 أوجه، يبقى نقسم على 4 يطلع مساحة وجه، أضربها بقى في 6 يطلع المساحة الكلية. أحيانا أخرى يعكس ويديني المساحة الكلية وعايز المساحة الجانبية. طب لو اداني المساحة الكلية يعني مديني مساحة 6 أوجه، طب أنا عايز مساحة وجه واحد بس، يبقى أقسم المساحة الكلية على 6 يطلع مساحة الوجه، أضربها في 4 يطلع المساحة الجانبية. من خلال المخطط ده أقدر إن أنا أحل أي مسألة خاصة بحساب المساحة الجانبية أو الكلية
لمتوازي المستطيلات زي ما احنا عملنا كده في المسألة الأولى المباشرة. طيب المسألة الثانية هيقول لي هنا مكعب طول حرفه 3 سم، أوجد المساحة الجانبية والكلية على المخطط بتاعنا. يبقى مديني طول الحرف، يبقى انا هعمل خطواتي كالتالي. الخطوه الاولى هضرب طول الحرف في نفسه فيطلع مساحه الوجه، اضربه في 4 يطلع الجانبيه، اضربه في 6 يطلع الكليه. نفذ الكلام ده في المساله بتاعتي. يبقى هنا بيقول لي مكعب طول حرف 3 سم، يبقى اول خطوه اقول له اول خطوه اجيب مساحه الوجه. طيب مساحه الوجه تساوي طول الحرف في نفسه، لأن مساحة الوجه هو الوجه عبارة عن مربع، ومساحة المربع طول الضلع في نفسه. الضلع هنا هو حرف المكعب، يبقى مساحة الوجه طول الحرف في نفسه. طيب طول حرف 3 يبقى له 3 في 3 يطلع 9 سنتيمتر مربع. طبعا المساحات كلها بوحدات مربعة. طيب بعد كده بقى أقدر أجيب المساحة الجانبية. إن أنا هقول المساحة الجانبية هي مساحة وجه في 4، يبقى 9 في 4 يساوي 36 سنتيمتر مربع. طيب والمساحة الكلية هتساوي مساحة وجه في 6، يبقى 9 في 6 ب54 سنتيمتر مربع. دي الفكرة التانية. الفكرة التانية لو اداني مجموع أطوال الأحرف، مكعب مجموع أطوال أحرفه 48 سنتيمتر أوجد مساحته الجانبية والكلية على المخطط بتاعنا. لو مديني مجموع أطوال الأحرف يبقى الأول أقسم على 12 يطلع طول حرف المكعب، أضربه في نفسه يطلع مساحة الوجه، أضربه في 4 يطلع المساحة الجانبية، أضربه في 6 يطلع المساحة الكلية. يبقى خطواتنا أول خطوة هاخد ال 48 اللي هي مجموع أطوال الأحرف وأقسمها على 12. طب ليه بقسمها على 12؟ لأن أنا عندي عدد أحرف المكعب 12 حرف وكلهم متساويين في الطول، فلما يكون مجموعهم كله 48 يبقى أنا أجيب واحد بس اللي هو طول حرف الواحد، هقسم ال 48 على ال 12. لما أقسم 48 على 12 يطلع 4 سنتيمتر، ده الحرف الواحد. أجيب منها مساحة الوجه زي ما اتعلمت برضه في المسألة السابقة، طول الحرف في نفسه يبقى 4 في 4 ب 16 سنتيمتر مربع. بعد كده أجيب بقى المساحة الجانبية، أضرب مساحة وجه في 4 يبقى 16 في 4 ب64 سنتيمتر مربع. المساحة الكلية 16 في 6 ب96 سنتيمتر مربع. المسألة الرابعة لما يديني محيط قاعدة أو يديني محيط أحد أوجه المكعب على المخطط بتاعنا. برضو لو اداني محيط أحد الأوجه يبقى أنا هقسم على 4 يطلع طول الحرف، أضربه في نفسه يطلع مساحة الوجه، أضرب في 4 يجيب المساحة الجانبية، أضرب في 6 يجيب المساحة الكلية. تاني اهوت يبقى هيديني محيط أحد الأوجه في المسألة بتاعتي، يبقى أنا أقسم على 4 يطلع طول الحرف، أضربه في نفسه يطلع مساحة الوجه، أضرب في 4 أجيب الجانبية، أضرب في 6 أجيب الكلية. يبقى المسألة بتقول لي مكعب محيط قاعدته يعني محيط وجه من أوجه، هي القاعدة عبارة عن وجه من أوجه المكعب. طيب محيط القاعدة عبارة عن 20 سنتيمتر، أوجد المساحة الجانبية والكلية. الخطوة الأولى أجيب طول الحرف. طيب أجيب طول الحرف إزاي؟ أقسم المحيط محيط القاعدة على 4، لأن القاعدة محيطها يتكون من 4 أحرف. يبقى هنا عندي 20 أقسمها على 4 يطلع 5 سنتيمتر. أجيب بقى مساحة الوجه، أضرب 5 في 5 يطلع 25 سنتيمتر مربع. 25 دي بقى هضربها مرتين، مرة في 4 أجيب المساحة الجانبية، يبقى 25 في 4 يطلع ب100 سنتيمتر مربع، وأضربها في 6 أجيب المساحة الكلية، أضرب 25 في 6 يطلع 150 سنتيمتر مربع. المسألة الخامسة لو اداني حجم المكعب على المخطط زي ما اتفقنا، يبقى مديني الحجم اهو، يبقى انا هجيب الجذر التكعيبي لهذا العدد، يعني اجيب العدد اللي انضرب في نفسه 3 مرات يطلع الحجم اللي اداني في المسألة. هطلع طول الحرف اضربه في نفسه اجيب مساحة الوجه، اضرب في 4 اجيب الجانبية، اضرب في 6 اجيب الكلية. يبقى الهدف كله ان انا اوصل لمساحة الوجه. طيب هو مديني الحجم ده مش هيوصلني لمساحة الوجه، انما هيوصلني لطول الحرف. فنشوف ايه العدد اللي انضرب في نفسه 3 مرات يطلع 1000، فايه العدد 10. يبقى العدد 10 هو ده اللي هينضرب في نفسه 3 مرات يطلع 10. طبعا هو 1000 ديسيمتر مكعب، يبقى هنا اقول له 10 ديسيمتر. بعد كده مساحة الوجه هتساوي طول الحرف في نفسه، يبقى 10 في 10 يديني 100 سم ديسيمتر مربع. بعد كده بعد ما وصلت لمساحة الوجه خلاص أضرب في 4 أجيب المساحة الجانبية، يبقى 100 في 4 يطلع 400 ديسيمتر مربع. والمساحة الكلية أضرب في 6، مساحة الوجه في 6 يبقى 100 في 6 تطلع 600 ديسيمتر مربع. المسألة الستة
هيديني مكعب مساحته الجانبية وعايز مساحته الكلية، الاتنين عكس بعض، يبقى هيديني الجانبية ويطلب الكلية، أو يديني الكلية ويطلب الجانبية. طيب لو اداني الجانبية وعايز الكلية يبقى خطوتين، الأول هقسم على 4 أجيب مساحة وجه، أضرب في 6 أجيب المساحة الكلية. طب لو اداني المساحة الكلية هقسم الأول على 6 يطلع مساحة وجه، أضربه في 4 يطلع المساحة الجانبية. طيب المسألة السادسة تقول لي مكعب مساحته الجانبية 36، يبقى هنا أجيب مساحة وجه بالقسم على 4، يبقى مساحة الوجه هتساوي المساحة الجانبية مقسومة على 4، يبقى 36 أقسمها على 4 يطلع 9 سنتيمتر مربع. أجيب بقى المساحة الكلية، أضرب مساحة الوجه في 6، مساحة الوجه 9 في 6 ب54 سنتيمتر مربع. طيب 7 مكعب مساحته الكلية 600، يبقى لو اداني المساحة الكلية قلنا أقسم على 6، يبقى هجيب مساحة الوجه، يبقى مساحة الوجه تساوي المساحة الكلية 600 أقسمها على 6 أوجه يطلع 1 ب100 سنتيمتر مربع. عايز بقى المساحة الجانبية، يبقى تساوي مساحة وجه هنضربها في 4، يبقى 100 في 4 يطلع 400 سنتيمتر مربع. آخر سؤال معانا أكمل ومديني نسب بين المساحات. احنا عندنا مساحة وجه المكعب بالنسبة اللي ما بينها وما بين المساحة الجانبية والمساحة الكلية. مساحة الوجه يبقى هنا الحد بتاع النسبة يبقى 1، المساحة الجانبية 4، المساحة الكلية 6. مساحة الوجه عبارة عن وجه واحد يبقى عبارة عن 1، إنما المساحة الجانبية مساحة 4 أوجه يبقى 4، والمساحة الكلية تبقى 6. فلما يقول لي عايز مساحة وجه المكعب يمثل قد إيه من المساحة الجانبية، أقول له 1 على 4، الواحد اللي هو مساحة الوجه والجانبية اللي هي 4 أوجه، يبقى مساحة وجه المكعب عبارة عن ربع المساحة الجانبية. طب مساحة وجه المكعب قد إيه من المساحة الكلية؟ أقول له سدس. طب لو عايز النسبة بين المساحة الجانبية والمساحة الكلية، المساحة الجانبية مساحة 4 أوجه، المساحة الكلية مساحة 6 أوجه، هبسط النسبة دي بالقسم على 2 تبقى 2 إلى 3، وبكده انتهى درس حساب المساحة الجانبية والكلية للمكعب.